عربيات مستعملة وحديثة من 200 ل 250 ألف جنيه. تابعني في الفيديو ده، مجمع لك عربيات صفوة الصفوة. يلا بينا نبتدي الفيديو ونشوف العربيات دي ايه. يلا بينا نبتدي بأشهر ماركة في العربيات الصينية، سبرانزا، ونبتدي بأصغر واحدة فيهم، سبرانزا A113. الحقيقة العربية دي عربية صغيرة كويسة، مناسبة جدا للسيدات والبنات، خاصة في الركنة وفي السواقة. وعربية مكيفة، باور بتاعها كويس جدا، صالون واسع، استهلاك بنزين بتاعها ممتاز. عربية 1300 سي سي، موديل بتاعها حديث من 2007 حتى 2013. عربية كويسة جدا، وسعرها بيتراوح بين 200 ألف جنيه حتى 250 ألف جنيه حسب الحالة بتاعتها. قطع غيارها متوفرة جدا. تاني عربية في ماركة سبرانزا معانا النهاردة M11، ودي عربية بين ال 516 وبين ال 113. عربية صالونها واسع، عربية تنفع لأسرة، تناسب لأسرة، تكييف وباور وأوبشن كتير جدا، مفتاح ريموت، 1600 سي سي. عربية تسافر، عربية عفشتها كويسة وثابتة على الطريق، وسعرها برضو بيتراوح بين 200 ألف جنيه حتى 250 ألف جنيه. الأسعار دي استرشادية. نيجي لتالت عربية سبرانزا معانا النهاردة، وهي ال A516، وهي أشهر عربية اتعملت تاكسي. كان بيتحط لها أحيانا الموتور بتاع اللانسر، سواقين التاكسي كانت بتحط لها. هي عربية كويسة جدا ومناسبة للشوارع المصرية، قطع غيارها موجودة بكثرة ومش غالية، استهلاك البنزين بتاعها معقول، وسعرها برضو بيتراوح بين 200 ألف جنيه حتى 250 ألف جنيه. جيلي العربية دي بصراحة محققة معادلة صعبة جدا، صالون واسع، عربية عالية عن الأرض، عربية تشتغل أوبر وكريم بصراحة، وعربية أثبتت كفاءة في السوق المصري. دي عربية فيها كل الأوبشن اللي أنت ممكن تحتاجه، تكييف لباور لكل حاجة أنت ممكن تحتاجها متوفرة في عربية زي دي. وعربية تناسب الشوارع المصرية وتناسب الأسر وتناسب السفر والشغل في أوبر وكريم كمان. سعرها بيتراوح بين 230 ألف جنيه حتى 250 ألف جنيه حسب الحالة والموديل. سوزوكي ألتو، ودي عربية 800 سي سي، بس عربية كويسة جدا، التكييف بتاعها كويس قوي، وعربية هاتشباك صغيرة تناسب برضو السيدات والبنات، خاصة اللي لسه مبتدئين في السواقة. سهلة جدا في ركنتها، استهلاك بنزين بتاعها رائع. موديل بتاعها 2008. رينج السعر من 200 ألف جنيه حتى 230 ألف جنيه. نيجي بقى لمعشوقة الشعب المصري، دايو لانوس، ودي الحقيقة عشان نقدر نجيبها في الرينج ده هيكون موديلها تحت شوية، يعني ممكن تبقى موديل 2001 مثلا. رينج السعر بتاعها بيتراوح بين 230 ألف جنيه حتى 250 ألف جنيه. طبعا عربية مش محتاجين نتكلم عنها كتير، قطع غيارها عند البقال، تكييف وباور، صالون واسع، عربية اعتمادية، وعربية تناسب أي أسرة وتناسب للسفر والشغل. دايو نوبيرا، وهي الأخت الكبيرة لللانوس، عربية برضه اعتمادية، عربية عائلية، تكييف وباور وتناسب أي أسرة وتناسب في السفر كمان. سعرها النهاردة بيتراوح بين 230 ألف جنيه حتى 250 ألف جنيه حسب الحالة والموديل. نيجي بقى عربية ألماني كده صغيرة، كل الشباب برضه بيحبها، فولكس بولو، موديل 98-99. دي عربية ألماني صغيرة، عربية اعتمادية، عربية تناسب برضو شباب اللي حابب برضو عربية هاتشباك كويسة وثابتة معاه على الطريق، أو البنات أو السيدات اللي حابين عربية ألماني وصغيرة وتناسب معاهم في الشوارع المصرية، واستهلاك البنزين بتاعها الحقيقة رائع. العربية دي هتحقق معانا المعادلة دي. رينج السعر بتاعها من 200 ألف جنيه ل 220 ألف جنيه. نيجي بقى لآخر عربية النهاردة معانا في الفيديو، وهي هونداي أكسنت، موديل 99 ل 2000. العربية دي من العربيات اللي حققت نجاح كبير قوي في السوق المصري، وجي عليها فترة كنا بنشوفها تاكسي كتير جدا، وموجودة لغاية النهاردة في محافظات كتير جدا شغالة تاكسي. من الآخر عربية بتاعة شغل وتنفع لأسر، عربية اعتمادية تنفع لسفر وتنقل داخل البلد وخارج البلد كمان في السفر. رينج سعرها بيتراوح بين 200 ألف جنيه حتى 230 ألف جنيه. وأنا كريم من قناة كيمو كارز، وبقدم محتوى عن السيارات، وده كان فيديو فيه تقرير بأسعار السيارات بين 200 ألف جنيه ل 250 ألف جنيه. سيارات مستعملة انتوا طلبتوها مني. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة
واشوفكم في فيديو جديد وتقرير مفيد. سلام.